السلام عليكم متتبعين قناة ميلود الحادقة. اليوم غندير لكم واحد الاكله اللي هي سهله. الا طلع لكم طاجين الكسكس كلشي كيطلع في راس مع الصيف. الدجاج مبخر في الكسكاس مع الخضار ومع الشعريه الصينيه، وغتابعوا الفيديو غادي يعجبكم. والصراحه راه الشعبي هذاك راه صيفي، هاد الاكله راه صيفيه. غنبدا بالدجاج هو الاول. طرقه الدجاج، هاد الدجاج تقدروا ترقدوه 3 سوايع 4 سوايع او ترقدوه ليله كامله. نبدا لكم بالتوابل. التوابل عندي شويه ديال الكمون يعني تقاد ليا والله الا تا القزبر راني شريتو طاحناه وما عرفتوش فين تلف ليا. المهم تا القزبر ديروه قزبر يابس، تحميره، خرقوم بلدي، سكينجبير، البزار، التوابل ديال الدجاج، عطريه ديال الدجاج، الملحه، القزبر اخضر، مطيش ديال الحك، ورقه سيدنا موسى، وواحد الفصوص ديال الثوم محكوكين مفرومين، شويه ديال الزعتر، الزيت البلديه باش نخلطو. هاد الحامضه حتى هي غادي نقطعها وغادي نعصرها على التوابل. انا غنبدا بالتوابل هي الاولى. غادي يعني هاد اللي خلطت فيه الدجاج غادي ندير فيه حتى الخضار. الزعتر، ندير الزيت البلديه، وغادي نعصر هذاك الحامض. صافي كنخلط التوابل ديالنا، غادي نزيد عليها واحد شويه الماء باش تخلط، ماشي بزاف. صافي كنخلطها ونزيد عليها شي شويه ديال الماء، بحال ربع كاس ديال الماء. ثم الدجاج كيبقى لكم على حساب الافراد اللي عندكم، وحتى الشعريه الصينيه كتبقى على حساب الافراد، كل واحد شحال عنده ديال العائله. تقدري ديري المقادير ديال شحال عندك ديال الناس. انا غادي نشارك معكم الخضره ونشارك معكم الشعريه الصينيه. هنا ترقد لي الدجاج مزيان، وغادي نحيد دابا الدجاج وغادي ندير ديك الخضار. هي الخضار كتواجد من القرعه كورجيت، الجزر هو خيزو، اللوبيا، البطاطا، جلبانه. الخضر اللي توفرت لك ديريها، اي خضره عندك ديريها. صافي هنا غادي ندير ديك الخضر ديالي. صافي الخضر ديالي هي هادي، هذا اللي جبناها. كتجي الاكله خفيفه وصيفيه. نحيت الدجاج من هذيك الشرموله ودرت الخضر، درت الجزر، خيزو، اللوبيا، جلبانه، البطاطا، القرعه، كورجيت. صافي كنخلطهم بهذه الطريقه. انا غندير في الكسكاس ندير لتحت، غندير الاول هي الخضر، غندير الخضره هي الاولى، عاد غندير فوق منها الدجاج باش داك الشرموله ديال الدجاج كتهبط فوق الخضر. صافي هنا راه تشرملت ليا الخضار كامله. انا غندير الخضر هي الاولى في الكسكاس باش من بعد ندير الدجاج، باش هذيك الشرموله ديال الخضره ديال الدجاج عفوا تهبط فوق الخضر. صافي كندير داكشي شكل عشوائي، ما كنبقاش ندير نستف هذه بوحدها وهذه بوحدها. صافي هنا في هذه المرحله راه البرمه راه
راه كتبق. صافي غندير الدجاج ديالي، غادي نغطي عليه ونديرو فوق البرميل. صافي هنا حيد الدجاج ديالي، هو هذا. انا غنديرو في الفران، كنديرو كما هو، ما ندير عليه حتى شي حاجه. اللي ما بغيش الفران خليه، راه هو طايب تبارك الله بحال الزبده. والشعريه الصينيه درت هذيك الشرموله اللي كنت درت فيها الخضره، صافي وغنديرها فوق الخضره. هذاك الشيء اللي شاط على الخضره درت فيها الشعريه الصينيه. صافي غنديرها دغيا كتبخر لينا. راه قبل انا درتها في المطيب، ضروري ديروها في المطيب. الغديوه ديالنا هي طابت ديال الدجاج اللي بخر مع الشعريه الصينيه ومع الخضر. هنا الخضر والشعريه الصينيه ضروري كنسلقها بالمطيب، وتنقطع واحد جوج تقطيعات صافي ونديرها فوق الخضره حتى طيب. الدجاج انا حيدتو، انا بغيت نديرو شويه في الفران، حيدتو نشفتو شويه الفران، ولكن اللي ما بغاش يديرو في الفران علاش. صافي غنجيبو الطرسيل ديال التقديم، بسم الله توكلنا على الله. ايوا هذه هي الخضيره ديالنا. ايوا الشعريه الصينيه راه جات لتحت. هذا الدجاج مع ديك الريحه ديال ورقه سيدنا موسى كتعطي واحد النسمه يا سلام. نتمنى تكون الصوره واضحه. هذا هو الطبق النهائي ديال الخضره مبخره مع الدجاج ومع الشعريه الصينيه. هنا هذه الشعريه الصينيه، هنا نتمنى الصوره تكون واضحه لكم. انا حنت كنديرها الفوق وملي خويتها جات لتحت. ايوا نتمنى تجربوا هاد الاكله السريعه اللي هي كتواجد ما بين الخضره والشعريه الصينيه. تقدروا ديروها مع الرز، تقدروا ديروها مع داك القمح ابلي. كل واحد باش بغى يديرها. يعني خضره، عفوا، يعني اكله مغذيه للغداء او العشاء، وطبيعية وبدون زيوت وبدون لدام وتخبيق. ونتمنى تعجبكم. الى عجبتكم ما تنسونيش ديما من الكومونتير الزوينه اللي كتخلوا ليا، وشهيه طيبه للجميع.